السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي الغاليين. لازم نبدأ يومنا كده بالقرآن الكريم او اذاعة القرآن او نشغل قناة قرآن على التلفزيون. من احسن الحاجات اللي بتسبب الرزق وكمان بتخلي اليوم بتاعك فيه بركة انك تصحي بدري وكمان تشغلي القرآن وتستغفري الله طول ما انت قاعده كده تشتغلي في البيت. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه. لازم كده طول ما انت قاعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله روتين كده في اوضه النوم، هنوضبها مع بعض وهنلمعها وهنخليها حلوه، وكمان هنعمل اكل وهقول لكم الاسعار بتاعه الخضروات النهارده في السوق كام. لو انت اول مره تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا ان شاء الله تعالى. ما تنسيش تعملي لي لايك وكومنت حلو كده، تعليق حلو بذكر الله عشان يكون صدقه جاريه ليكي ولينا ان شاء الله. ما تنسيش كمان تشيري الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان تدعميني يا ست الكل انت وهي. المهم كده اللايك الجميل بتاعك. جبت بقى هنا كان في عندي لبس كنت نشره على الحبل، بدات اطبقه، ولبس الاولاد كمان كان موجود هنا. قلت لهم خدوا ودوه على السرير بتاع الاطفال، اوضه الاطفال، علشان خاطر نبقى نرصه مع بعض. انا وهما كده بنقعد نتسلى وبخليهم يساعدوني دايما في شغل البيت. اهم حاجه بقى الولاد يساعدوكي عشان يخرجوا طاقتهم، وكمان علشان خاطر انت تبقي كده حاسه ان انت بتعملي ومعاكي حد بيساعدك ففي مشاركه. زين بقى بقعده هنا على المرجيحه علشان خاطر يقعد يلعب جنبي. بصوا حبايبي تعالوا بقى افرجكم على الهديه اللي جات لي من جوزي. بصوا هنا انا بحب البرفانات قوي، فهو عارف ان انا بحبها جدا، فجاب لي بقى علبه البرفانات دي رائعه الجمال بجد، ريحتها حلوه قوي. لو انت بقى في حاجه تنقلك الريحه كنت وريتك الريحه وشممتها لك والله يا اختي انت وهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مكتوب عليها 212 اللي هو 212 كوليكشن برفيوم، يعني ده مجموعه برفانات من 212. بصوا بعد بقى ما خلصت عينت البرفانات مكانها وفي مكان امن عشان الولاد. بدات المع الدولاب كده من فوق عشان كان مليان تراب. بلمعه بالفوطه العاديه، وبعد كده بجيب ملمع الخشب. وبرده ممكن اقولك في الفيديو كده تعملي ملمع خشب حلو قوي بالبيت لو انت مش معاكي فلوس او امكانيه ماديه ان انت تشتري الملمع اللي انا هوريهولك دون. ممكن بقى تعمليه في البيت بمكونات بسيطه جدا. انا كنت عاملاه بس خلص، ان شاء الله لما اشتري خل هعمله تاني. اول مكون معانا خل، وفي يا جماعه نوع خل في السوق رخيص مش غالي عشان التنظيف. النوع ده هتلاقي منه الاربع علب ب10 جنيه، اسمه التمساح. تمام لو انت عايزه تجيبيه. اول حاجه بتجيبي شويه خل صغيرين، وكمان يا جماعه بتحطي شويه زيت عندك، اي نوع زيت، زيت عطري، زيت شعر، زيت تموين، وتحطي بس يفضل طبعا زيت عطري عشان الريحه تبقى حلوه، وتحطي معاهم شويه ميه وتبداي ترجرجيهم كده، وبعد كده تبخي على الخشب وتنضفي هتلاقيه بيلمع جدا. انا لمعت الخشب كمان ملمع الخشب اسمه مورال. الملمع ده جميل جدا يا جماعه، كان سعره زمان 20 جنيه دلوقتي مش عارفه. فوق هنا في الضرفه اللي فوق بحط الحاجات بتاعتي اللي انا خايفه عليها الثمينه، يعني ازازه البرفان خايفه تتكسر، لان لما بحط حاجه على التسريحه الولاد بيرموها لي بيفشفشوها مليون حته. يعني دايما بخلي بالي كده من الموضوع ده. لو عايزه بقى ريحه الدولاب بتاعك تبقى قمر كده، هاتي نوع صابون بتحبيه وحطيه في وسط الهدوم، هتلاقي الهدوم ريحتها حلوه جدا. او هاتي مكعب مسك برضو جميل قوي قوي يا جماعه، مكعبات المسك بتدي ريحه حلوه جدا لو انت حطيتيها في وسط الهدوم. بصوا بقى زين هنا كان بادئ يقف، حبيت افرجكم عليه وهو بدا يقف كده ويمشي خطوتين 3، فانا فرحانه بصراحه ان هو بدا يتحرك، يعني بطل يبقى بروته كده. بصوا متضايق مش عارفه هو عاوز ايه طول اليوم كده، يتضايق يرمي الحاجات. هو عاوز حاجه بس احنا مش عارفين. انا بفكر اجوزه واخلص. بصوا عمال بيلعب هنا بالغطا، ده غطا المكستله بتاعتهم، فهو بيقعد يلعب بيه كده، بديهوله يلعب بيه بعد ما بتخلص. المهم اخواتي بعدين لي هدومه ولقيته اتضايق وطلع من هدومه وتشنج عليا، قلت له يا عم خلاص انا همشي واسيبك. هنا بقى حبايبي تعالوا اقول لكم جبنا ايه من السوق. اشتريت من السوق النهارده كيلو بصل، وكيلو البصل ب 38 جنيه. يا حلاوه يا حلاوه. البصل يا جماعه اللي كنا دايما نقول للناس انت ما تسواش بصله، لا البصل بقى يسوى دلوقتي. البصل غلى جدا جدا ما عندنا بجد، مش عارفه في ايه. المهم هعمل غدا ايه النهارده. انا جبت البصل لان لازم البصل في الوصفه دي. هعمل كبده وهعمل سجق للولاد لان هما مش بياكلوا الكبده خالص. فالكبده انا جايباها متقطعه زي الشاورما يا جماعه، عارفين شاورما اللحمه بالظبط الكبده كده، بتقول للراجل قطعها لي زي الشاورما، مش صغيره لان الصغيره كده مش بحبها. لما بيقطعها عصافير، كبده عصافير او كبده صغيره بتكون مش حلوه كده، احلى بكتير الحجم اللي هو بتاع الشاورما ده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ببدأ اشوحها بشوية زيت الكبدة الاول، وبعد كده بنزل بقى بالبصل بتاعي والفلفل. البصل والفلفل بتاعي دول مهمين جدا، بيدوله ريحة حلوة جدا للكبدة. دي مش كبدة اسكندراني، دي كبدة على طريقتي. الكبدة الاسكندراني يا جماعة لازم ليها توم، ما بيتحطش بصل، بيحطوا توم بس. فانا هنا حطيت بصل وفلفل، وفي الاخر برضو هحط فص توم صغير، لكن ما بتعتمدش على التوم كليا. يعني البصل يا جماعه جربوها بالطريقه دي هتبقى حلوه قوي، جميله جميله يا جماعه. بهاراتي بقى اللي حطيتها بابريكا، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، شويه كزبره ناشفه، وشويه بهارات لحمه، وشويه شطه صغيرين، وقلبت كله مع بعضه. بس كده بجد ريحتها قمر، ريحه الكبده طالعه جميله. هحمر بقى السجق بعد ما الكبده تستوي وهوريلكم الاكل. طبعا الاكله دي ما بتاخدش وقت اصلا، لو انت بقى مستعجله وعايزه تعملي اكله سريعه الاكله دي هتنفعك قوي. قطعت بقى طماطم وخيار قطع شرايح كده طويله، وعملت شويه طحينه بقى قمر، وكمان عملت شويه بقدونس قطعته عشان انا بحب اكل الكبده معاها بقدونس. انا هعمل سندوتشات هاكلها بالعيش، انت بقى تقدري تاكليها بالمكرونه، تقدري تاكليها بالرز، بالعيش الفينو او بالعيش البلدي، براحتك خالص. هنا بقى حطيت البقدونس اهو، شويه هنا وشويه كده ازوق الطبق عشان العين بتاكل قبل البق. وحطيت قرن فلفل شتته كده فوق. شغلت لكم بقى الرينج لايت والاضاءه، المنظر بقى تحفه. الاكل جميل جدا يا جماعه، يستاهل بقكم. بجد اكله رائعه الجمال وما خدتش وقت معايا، انا مبسوطه بيها جدا. وكمان الولاد بيحبوا السجق جدا جدا. اشوفكم على خير، سلام عليكم ورحمه الله.